يا مساء الفرحة والستر والرضا على كل ولادي. النهاردة الصندوق بتاعي ريحته خبيز وكحك وسكر، ريحته نشادر وبسكويت. النهاردة هنفتح صفحة العيد زمان. قعدت بنتي نوارة جنبي وبتقولي يا ماما، هو العيد زمان كان أحلى في إيه؟ ما إحنا عندنا لبس غالي وبنشتري كحك من أفخم المحلات وبنخرج في أحلى الأماكن، ليه دايما بتقولي يا محلة زمان؟ ضحكت من قلبي وقلت لها يا نوارة يا بنتي، العيد زمان كان فرحة بتتشاف في العيون مش في المظاهر والماركات. كان العيد بيبدأ من نص رمضان يا نوارة، لما تبدأ لمة العيلة والجيران فوق السطوح وفي البيوت عشان نخبز الكحك والبسكويت والمناين. كانت اللمة هي اللي بتعمل الطعم مش السكر. يا نوارة يا بنتي، فاكرة لمة الحريم وهم قاعدين على الطبلية، واحدة تنخل الدقيق وواحدة تقدح السمنة وريحتها تملأ البيت وواحدة تفرك العجينة بالمناقيش. كانت ريحة النشادر في البسكويت بتخلينا نحس ان العيد خلاص خبط على الباب. كنا احنا العيال الصغيرة شغلنتنا نشيل الصاجات على راسنا ونروح بيها للفرن البلدي. كان الشارع كله ريحته خبيز والفران ينادي على كل واحد باسمه. كنا بنسهر للفجر والضحكة مش بتفارقنا رغم التعب والشقة. ما كنش في حد بيشتري جاهز يا ولادي، كان كل بيت يخبز ويبعت لجاره طبق مشكل. كانت البركة فيه النفس الصافي وفي التهادي اللي بيطهر القلوب. دلوقتي يا بنتي الكحك في العلب المتغلفة بالستان، بس طعمه ملوش الروح اللي كانت في كحك زمان اللي كان بيدوب في البوق دوبان. البركة كانت في الايد الشقيانة اللي بتعمل بحب وتعب عشان تفرح ولادها. وعارفة يا نوارة، العيد كان بيبدأ بتنظيف البيت من الساس للراس. كنا نغسل الحيطان ونفرش الحصيرة الجديدة ونعلق الزينة. كان البيت بيبقى ليه ريحة نظافة خاصة، ريحة صابون ومسك. واللبس الجديد يا نوارة، يا على فرحة اللبس. ما كنش عندنا 10 طقومات، هو كان طقم واحد بس بنحس انه اغلى من الدنيا. كان لازم اللبس يتحط جنبنا على السرير ليلة العيد، نفضل نبص عليه واحنا نايمين ونحضنه عشان نتأكد انه لسه موجود. كنا نصحى قبل الفجر ونلبس الشراب الابيض والجزمة اللي بتزيق ونحط ريحة خفيفة وننزل نصلي العيدة في الساحة الكبيرة. صوت التكبيرات الله أكبر الله أكبر كان بيهز القلوب وبيطرد الشياطين والزعل من النفوس. نخرج من الصلاة يا بنتي نلاقي المراجيح الخشب في وسط الشارع والبلالين الملونة والراجل اللي بيبيع غزل البنات. والعادية يا نوارة كانت القراشين اللي بناخدهم من جدك أو خالك بنحس إننا ملكنا بيهم الدنيا وما فيها. كنا نجري نشتري بيهم بمب وصواريخ وحاجة ساقعة ونفضل نلعب لحد ما الشمس تغرب واحنا مش عايزين اليوم يخلص. كان الغداء لقمة هنية، صينية فتة باللحمة أو سمك مملح وكلنا ملمومين على طبلية واحدة. الكبير بيطبطب على الصغير والزعلان بيتصالح. كان العيد يوم الحق ويوم الجيرة الطيبة. عشان كده يا ولادي أنا بحكي لكم عشان تعرفوا إن العيد هو وصل القلوب، مش بس لبس وخروج. العيد هو إنك ترضى باللي معاك وتفرح لغيرك وتمسح دمعة يتيم وتحس ببركة ربنا في كل لقمة. يا رب يا كريم يا منان، رد لنا فرحة العيد الصافية اللي كانت في قلوبنا زمان. اللهم بارك لنا في لمتنا وفي ولادنا واهدي سرنا واصلح حالنا. اللهم اجعل بيوتنا دايما عامرة بالذكر والخير والستر. يا رب تقبل مننا رمضان
واجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. استنوني يا ولادي في حكاية جديدة من صندوق ذكريات ست الكل. وعيدكم مبارك ومليان بركة، ودايما افتكروا ان الفرحة في القلوب مش في الجيوب، وقولوا يا بركة ربنا.